النمل بعد شهر رمضان المبارك. المزيد دايما مع الزميلة رندا جبر. سرقوا منك الحكم وبدك ترجع تاخذ الحكم، شو قصتك مع بلقيس؟ قصتي شو اسمه يعني ناس اخذوا مني شيء بدي ارجعه بس ما عم بيزبط. ولا بيطلع له بحياته على فكره، لا يصير ملك ولا بصير. هلا حاليا عم نخطط كيف منذر بده مش خرج يكون ملك، لا رئيس الديوان. رئيس الديوان زياده. بعدين بشتغل عندهم بالقصر اي شيء، عرفتي كيف بشغلوني اي حاجه. طب احكي لي عن التعاون بينك وبين الفنانه صبا مبارك، شو كيف تصوير اجواء ملكه بلقيس، كيف لقيتها، كيف يعني هذا مش اول تعاون كمان انتم مع بعض، كمان شاركتوا بالاجتياح. اولاد صف بالاساس. احنا درسنا مع بعض ومن وقتها. مين كان اشطر بالمدرسه؟ هي ما هي الملكه اللي يا ابوي مصطفى ما بيخك. ما بيخني؟ عن جد انك بايخ يا اخي، ما احنا طول عمرنا عايشين تحت الضغط، مدفعياتهم ما هي قدام عيوننا، رحنا هيك ولا هيك ممكن ننطخ ونروح فيها، وبعدين كيف بدنا نعيش لولا شويه هالامل؟ شكلي صاير تفلسف كثير. ان شاء الله في عمل راح ينعرض السنه اسمه الجمل والرمال، هو عمل بدوي، بعرفش وين بس احنا عم بنصور فيه هلا. ويعني السنه الماضيه كان في عمل بدوي اسمه عودة ابو تايب، وهي السنه في بلقيس والجمل والرمال، يعني هيك وهيك. هذا العمل ستاندر للروح طبعا. هذا لما تذكر الاجتياح بصير في شيء، وهذا لا يعني لحاله هيك شيء كثير فخم وكثير انيق وكثير